يلا 1 2 3 احنا رايحين كوريا. هلو اصدقائي، اخيرا وصلنا الفندق وعايزه اوريكم بقى الاوضه. تعالوا اعمل لكم روم تور في الفندق الكوري. هكتب لكم اسمه هنا على السكرين. هو اسمه انانتي. الموقع بتاعه في جانجنام. هو ده الوحيد في سول بتاع الفندق ده، لانه ليه فرع تاني في بوسان، بس هنا انا الفرع اللي في جانجنام اسمه انانتي. تعالوا بقى اوريكم، لان الفندق خرافي والفيو احلى بكثير، فتعالوا اوريكم. اول حاجه هتدخلوا من الباب هنا عندكم السكشن ده، وهما كانوا سايبين السليبرز دي عشان طبعا انتوا عارفين الكوريين مش بيخشوا بجزمهم البيت او الفنادق او whatever. عندكم الباب ده، هو ده بتاع الحمام، بيتقفل كده، بس احنا سايبينه مفتوح دلوقتي. على الشمال اوكي عندنا هنا زي كده برايفت باثروم. واحلى حاجه انه في البتاعه دي تحفه تحفه تحفه. ويا ده كده اول باثروم، وده انا. هلو. تاني باثروم بقى عندنا هنا الباث توب ده، عايزه استخدمه جدا لان اصلا الجو بره حر، وحاطين لنا برضو هنا حاجات باث سولت. ودي كده الفانيتي. بصوا الجمال بجد، انا عجباني الديتيلز الصغيره بتاعت كل حاجه. عندنا مرايه نمبر 1، حوض نمبر 1، وبرضو سايبين هنا حاجات كده كيوت قوي. ودي برضو رقم 2. جماعة بجد الباثروم شيك، بجد شيك قوي. وهنا في التاولز، وده الدش ذات نفسه. I really love it. وبرضو حاطين روب كده عشان لو عايزين بعد لما تستحموا. قبل ما اوريكم الأوضة، عاملين هنا كورنر كيوت قوي، الكوفي والسناكس كورنر. حاطين مية، حاطين سناك، وفي كوفي ماشين وكاتل، وهنا شاي وقهوة وحاجات فانسي. وفي تحت تلاجة. انا قلت افتح اكتشف معاكم، لقيت اطباق كيوت. طب تعالوا بقى نفتح الادراج، لان انا حاسه ان اوبا ده في فرش سنين يا جماعه. ولو ده وفيس ماسك. ايه يا جماعه الحلاوه دي؟ هي الفنادق في كوريا جميله كده ولا ايه؟ ما هذا يعني؟ ما هذا؟ انا مفكرتش افتح الادراج، بس اوه واو، بس شكلنا هنفتح كل الادراج يا جماعه. This is so cool. عجبني قوي البرزنتيشن بتاعهم صراحه. تعالوا بقى ندخل على الاوضه، لان دي اهم حاجه. بصوا بقى، هتخشوا على الاوضه دي كده. اول حاجه هي الاوضه 2 levels، يعني دورين. فعندكم كده اول حاجه هنا هذه الكنبه العريضه الطويله الكبيره، شكلها مريح قوي صراحه الكرسي ده. بعد كده هنا عندنا برضو حته كده قعاد حلوه قوي. وبصوا الديكوريشن تحفه ازاي. انا عايزه اوريكم الفيو. تعالوا بس نفتح الاول الستاره دي مع بعضينا. wait hold on. بندوس على open من هنا، وبعدين الستاره هتفتح. تعالوا بقى نطلع اوريكم فيو كوريا يا جماعه. كوريا كوريا كوريا، والله الواحد لسه مش مصدق لحد دلوقتي. بس تعالوا اخدكم معايا بره. الجو حر على فكره جدا. بس يعني تعالوا اوريكم. Welcome to Korea. وبصوا، عايزه اعمل لكم زوم، بس هناك في نامسان تاور، يعني هو باين من الفيو. انا متاكده الفيو ده هيبقى خرافه بالليل. وجماعه الاسقف الكوريه الخضراء، لو انتوا بتتفرجوا على مسلسلات كوري اكيد هتبقوا عارفين الاسقف الخضراء. بس ده الفيو. تعالوا بقى انتظروني بالليل عشان اوريكم الفيو ده. حاسه هيبقى بجد بجد خرافه. ودي كده بلكونه يعني. ده كده الدور التحتاني. تعالوا نطلع بقى فوق. نقفل بس الستاره عشان الجو بجد حر وصهد. فوق بقى، فوق احنا واخدين فاميلي روم. انا مش عارفه قلت لكم ولا لا، بس يعني انا مسافره مع العائله الكريمه، فاخدنا فاميلي روم. فوق بقى في سريرين كوين سايز بيد. هما صراحه حلوين، يعني احجامهم حلوه. ودي كده فوق. طبعا الفيو بالليل هيبقى مش طبيعي من فوق، فانتظروا بالليل نبقى نشوف الفيو عامل ازاي. هنا عاملين زي ديسك كده لو حد عايز يشتغل وكده. سايبين برضو تابلت لو حد عايز يعمل عليه حاجة. مش عارفة ممكن تعملوا عليه في يوتيوب، في حاجات، في سبيكر، قلم. يعني حتة حلوة قوي لو حد عايز يخلص شغل. انا اكيد هشتغل، لان انا ورايا شغل كتير هنا عايز اعمله في كوريا، فاكيد هستغل الاوفيس ده عامة. وبشحن موبايلي هنا شوية لانه خلاص صهد من الحر.
فعاملين كده وايرلس شحن حلو قوي. وهنا في دولاب تعلقوا بقى فيه حاجتكم. وبس يا اصدقائي، دي كانت الروم تور الجباره بتاعه الفندق الاولاني في كوريا، لان احنا لسه هنتجول كتير في كوريا مع بعضينا. فده كان اول فندق. ايه رايكم فيه؟ هو حلو لانه مش حاسه ان انا شفت حاجه زي كده في مصر قبل كده، اللي هو دورين بقى وبتاع. حاليا الساعه كام يا هلا؟ 10 تقريبا، واحنا جينا اي مارت. يا جماعه البتاع ده مشهور قوي، بس مش فاكره كان انه واحد. ده مش عارفه، كنت بشوفه كتير قوي. احلى حاجه في كوريا تلاقوا الايدلز اللي انتوا بتحبوهم. ده وونو 17. قلت اصور لكم سوجون بس، وده برضو حبيبي بس مش فاكره اسمه ايه. يا جماعه لقيت حب حياتي البيريز. طبعا انتوا عارفين لازم نجيب ده، اشهر سناك في كوريا. ودخلنا بقى سكشن سناكات، انا مش عارفه اعمل ايه، بجد بجد مش عارفه اعمل ايه. لقيت كولكشن رهيب من الايس كريم، انا مش عارفه اجيب ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه، حاسه اني. وده برضو سمعت عنه كتير قوي، ودونت وري انا بتاكد ان الحاجات دي حلال. كل الرامن اللي نفسكم فيه يا جماعه. جبت الحاجه اما اروح اوريكم، بس احنا دلوقتي عايزين نروح نتعشى عشان احنا ميتين من الجوع، ما اكلناش من الصبح. من الصبح من ساعه ما وصلنا كوريا، فبجد مش قادره خلاص. انا بفصل اصلا الساعه 11 اولموست 11. فهنروح ندور تقريبا في مكان دورت عليه اسمه لوتي او لوتيريا، ده عنده اكل حلال يعني. فتعالوا نروح نشوف. كوريا بالليل بقى يا جماعه. مفيش بني ادم في الشوارع. انا نفسي عايزه هلا نأجر البتاعه دي. لازم بجد لازم رخصه، لكن العجله عادي مش لازم رخصه. عاملين يا جماعه بوكيات الورد دي في الشارع، عجبني قوي الفكره بجد، سو كول ومطلعه ريحه حلوه قوي، فتحفه بجد. انا في شوارع كوريا والبوليس هيقبض عليا. الساعه 11 بالليل، بس معايا اهلي لا تقلق، وانا ما اقدرش اتمشى لوحدي الصراحه يعني، مش الدرجات دي. احنا ناكل في لوتيريا. احنا بنطلب دلوقتي الحمد لله بالانجلش، وعندكم الكيوسك دي تطلبوا زي ما انتوا عايزين. بنجيب الشريمب عشان هو اللي حلال يعني. كولا. عايزين نجرب الليمونيد والحاجات دي. احلى حاجه هنا الاغاني الكوري، طبعا انتوا مش سامعين حاجه. بص انا عجباني قوي الطريقه اللي بيقدموا بيها البيبسي في كوبايات كده. جبنا وجبه فيجن فيجيتيريان، يعني هو برجر بس فيجيتيريان، مش لحمه حقيقيه يعني. وشريمب. فتعالوا اوريكم. تعرفوا يا جماعه انه حلو لما نطلب تاني، عشان بجد تحفه. ده الشريمب عجبنا قوي. اوكي يا جماعه انا غدرت بيكم وصورت ريفيو التيك توك، بس احنا جبنا ده اللي هو البرجر بس معمول من الجمبري. طعمه رهيب مش طبيعي. الصوص والجمبري مش طبيعي، الفرايز بقى مش طبيعيه اكتر، كريسبي كده. لوتيريا يا جماعه لازم تجوا. بصوا الدرينكس بتيجي في الكوبايات دي. عايزه اجرب السبرايت، بس هو مش سبرايت، هو حاجه هنا عند اسمها سايدر. كانوا بي تي اس بيعملوا لها على طول اعلان. تشينسونج انتوا اكيد عارفينها لو انتوا بتحبوا كوريا. طعمها مختلف مش زي السبرايت خالص. يلا تعالوا اوريكم مشترياتي من كوريا اليوم الاول. احنا رحنا كده حاجه اسمها اي مارت، هو ده زي سوبر ماركت بس كبير، زي عندنا في مصر كارفور، فتح الله، الحاجات دي. تعالوا اوريكم انا جبت ايه. اول حاجه جبت ده عشان الناس كلها كانت بتتكلم عنه، اسمه مش لازم محتاجين تعرفوا اسمه. هو ده شكله، هو بالفراوله، وانا عارفه ايه اللي حلال وايه اللي مش حلال، فده اتس اوكي. فتعالوا ندوق، تعالي تدوقي معايا. هو زي توفي بس بالفراوله، بس بيقولوا انه طعمه مش طبيعي، تحفه. فتعالي نجرب. خدي. هو بيجي كده، هو فيه كتير قوي. ده شكله مكتوب عليه اللوتيه.
ريحته تحفه. الله، ريحته فراوله ميلك شيك. ده شكله توفي يعني البان بس شكلها بصي لا توفي. دقتي خلاص؟ او ماي جاد، واو التكستشر التحفه للتوفي عشان ما بتلزقش في السنان، طريه جدا. لقيته دي في اي حته هاتوها لو انتوا بتحبوا الفراوله، هيعجبكم قوي. وجبنا موز، وجبت موجو عشان انا بجد بحبه قوي. ده اللي بالخوخ، ده ماي فيفورت، بعشقه جدا جدا. ومكتوب حلال برضو مش تبقوا عارفين يعني. هو موجو ده مش كوري، اللي انا عارفه ان هو تايلاندي. يس من تايلاند، بس انا بحبه قوي جبت لي واحد. طبعا كنت لازم اجيب بوكي اللي بالفراوله ده. انا كنت جبته مره في اسبانيا وكان عشقي ومش بلاقيه في مصر خالص، فجبته. انا عارفه طعمه فمش عايزه افتحه بصراحه دلوقتي، بس ده بجد من احلى الحاجات اللي هتدوقها في حياتكم. لو مش واخدين بالكم انا بعشق الفراوله لو مش واضح يعني. كان لازم اجيب ده بقى، على طول بشوفه في مسلسلات كوري، كل الناس بتجربه. اي حد مولود في كوريا وعايش في كوريا او وات ايفر يقعدوا يقولوا ان ده السناك بتاعت الطفوله بتاعتهم. هو بالظبط زي ما انتم شايفين كده، شوكولاته وبسكوت. هلا اللي هتدوق عشان مش قادره ادوق. ايه ده؟ بصي شوكولاته وبسكوت كده، شبه البوكي يعني بس على شكل مشروميه. هو ايه بوكي؟ بوكي اللي هو ده، هي الستيكس دي. ايوه بس بوكي اصلا ده ياباني مش كده، كنا بنحبه قوي. ده بقى انا طول عمري نفسي اجربه عشان بجد بشوف كل الناس بيجربوه. بيجي في باكيته كده كيوت. اوكي، شوكليت وذ ميني بسكت. الكات بتاعتهم بتتفتح. يا ده تخنون خالص. ايه ده؟ انا كنت فاكراه هيطلع كبير. يا جماعه بصوا بجد، تعالي نجرب مع بعض. خلاص طالما صغير قوي كده يعني نشوف. هو شكله هي بس هتفرق يعني طعم الشوكليت، هي دي اللي هتفرق. يلا بسم الله. انا عرفت ليه الناس كلهم بيحبوه. تحفه، ربنا معاكم. تحفه يا جماعه. تاني حاجه جيبوها لما تلاقوه. حلو. بعدين جبنا دي. احنا النهارده الهول كلها سناكات يا جماعه، لو مش واخدين بالكم عشان احنا رحنا اي مارت، هو بتاع سناكات واكل يعني، وعشان معناش حاجه في البيت والله. مش عشان حاجه، بس جبنا دي حاجه كده نسناك عليها، وكانوا عاملين عليها اوفر حلو قوي. هم 18 بيس. ليتس سي. هو انا مش بحبه بس انا جايبه لها لو العائله يعني. اوه ده بيجي كده، ده شكله كبير قوي. ايه ده طري مش زي البيمبو. بصي اعملي كده هتفهمي اصلا. انا زي ايه فاكره كان في بتاع كده اسمه هالي. هاتي افتح. ايوه هاتي افتح اوريك. هتاكلي؟ افتح. تعالوا افتح اوريك. بحب قوي السناكس الكوري. بصوا شكله شبه البيمبو بتاعنا قوي، بس بصوا التكستشر بتاعته. استنوا هفتحها لكم بالنص. استنوا بصوا، هو اكتر زي ايه ده في مارشميلو في النص. بصوا حتى انا مش عارفه اقطعها عشان المارشميلو جامده. اوكي لا لازم اجرب يعني. هو طلع كيك مش بسكوت، ده اللي انا فاهماه. اوكي هو مش، انا ما بحبهمش بصراحه، بس هو طعمه حلو. خدي جربي. وطبعا هلا من عاشقه الكوفي جابت ماكسيم، اكيد كلكم عارفينه. الراعي الرسمي للمسلسلات الكوريه. جابته برضو. ده موكا جولد. اوه خدتيش بالك انت؟ لا شغل يطلع حلو ان شاء الله. اوكي واي نوت. وجبنا بطيخ كوري، مش اي بطيخ. هو هيطلع بطيخ في الاخر. تعالوا ندوق كده يعني، اكيد بطيخ يعني، مش هيتفزلكوا فيه ويبقى طعمه حلو ولا ايه؟ اوكي سوبك يعني ووتر ميلون. ريحته زي الوتر ميلون بتاعنا عادي جدا يعني، بس ما فيهوش بذر. ايه ده؟ بسم الله. نفس البطيخ بتاعنا بس طعمه حلو قوي. عايز يتسقع بس يا دي كانت هول مشترياتي اول يوم في كوريا. هنكمل هذا الفيديو تاني وتالت يوم ورابع يوم، هوريكم كل حاجه جبتها من هنا. see you في اليوم التاني. ده الفيو من البلكونه بالليل. طبعا بجد عايزه اقول لكم الجو دلوقتي تحفه. بصوا
واللي هناك اللي بينور ده نامسان تاور، ودي البلكونة من هنا. عايزة اقعد هنا بس الساعة 1 بالليل بجد مش قادرة، فهنهي الفلوج. بس قلت اوريكم الفيو والقمر اللي هو انتوا بس بجد سبحان الله بصوا تحفة ازاي. وبس يا اصدقائي انا هنهي الفلوج هنا. احنا دلوقتي بنتمشى للفندق لانه مفيش باصص خلاص الساعة 12 يعني فده كده كانت اول فلوج في القرية. حاسة ان انا ما ينفعش اعلي صوتي لانه بجد الدنيا هدوء خالص. ف هنهي الفلوج هنا، وانتظروا بقى الفيديوهات الجايه كلها هتبقى في كوريا، وهنعمل فلوجات وهاخدكم في كل زاويه حرفيا في كوريا. فما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتس براحه يا عمو، براحه مين بيجري وراكم. المهم ما تنسوش تكتبوا لي عايزين تشوفوا فيديوهات ايه هنا في كوريا، اروح فين، اصور لكم ايه، كل الحاجات دي. اشوفكم في الفلوج الجاي ان شاء الله. باي.